البطاطا بقى كتيرة اليومين دول في السوق، فهنعمل بطاطا ورخيصة. هنعمل بقى عيش البطاطا معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، وهنبسطها بأكثر الأمور وبدون أي خبز مكونات وخزبعلات كتيرة. لا، احنا هنبسطها عليكم قوي. بصوا رودينا بتفتح بإيديها العيش بنفسها اهو. العيش ما شاء الله طري وجميل جدا ومفيد للناس اللي ماشية على نظام دايت، والناس اللي عندها أطفال برضو مفيد للأطفال جدا. انا بحب اعمل الحاجات دي في البيت. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. ده حياتي وده شغلي. معانا كيلو من البطاطا غسلناه وسلقناه كويس بربع كوبايه ميه، بعد كده قشرناها وقسمناها على 3 اطباق. معانا بقى ايه؟ 3 انواع من الدقيق. معانا كوبايه من دقيق الذره، كوبايه من دقيق الشوفان، كوبايه من الدقيق الاسمر. هنقسم بقى البطاطا على 3 اطباق بالشكل ده كده وهنهرسهم. هنبتدي الاول نعمل البطاطا العيش اللي بدقيق الذره. هنهرسهم واحده واحده زي ما احنا شايفين كده. هننزل بقى بالكوبايه بتاع دقيق الذره. البطاطا كمان عشان مسلوقه كويس فسهله في الهرس. بعد ما ندعكم كويس كده مع بعض زي العجين بالظبط، هننزل عليهم بمعلقه زبده كبيره، زبده بلدي. ما عندكيش زبده حطي معلقه زيت ذره او زيت زيتون، مفيش مشكله، المتوفر عندي. هندعكها بقى كويس كده بالشكل ده. اول ما نجمع عجينه كده هنعجن بقى الشكل التاني اللي هو دقيق الشوفان. هنهرس البطاطا وننزل بكوبايه الدقيق الشوفان. هنفضل نلم العجينه معانا كده كويس بالشكل ده كده. هننزل بقى ايه بمعلقه زبده اللي احنا قلنا عليها. هندعكها تاني. هنلاقيها بتلزق شويه، مش مشكله، هي اما تريح مش هتلزق. هندخلهم بقى التلاجة لمدة 10 دقايق عشان يرتاحوا شوية. انا هوريكم. بصوا ان هي بس بتلزق بسيط. بصوا شايفين صباعي اهو بيلزق بسيط. تمام. هنعمل بقى التالتة. احنا كده دول بقى خلاص كده هيتحطوا في التلاجة لمدة 10 دقايق. هنعمل بقى الدقيق الاسمر. هنهرس البطاطا برضو وهننزل بكوباية الدقيق الاسمر وهنعجنها كويس. وهننزل بمعلقه الزبده برضو. بصوا ما بتلزقش. الدقيق الاسمر احلى حاجه ان هو فيه مش بيلزق قوي. هنجيب بقى ايه النشابه بتاعتنا وهنرش على الرخامه بتاعتنا رشه من دقيق الشوفان. هنكورها بالشكل ده كده وهنقسمها بقى ايه ل8 قطع زي اكننا بنقسم ايه علبه الجبنه النستو كده بالظبط. 4 وبعد كده كل ربع 2. بعد ما نقسمها هنكورها. هنكور الكمية كلها وبعد كده هنجيب واحدة ونرش رشة من الدقيق الشوفان وهنفرد بالنشابة بتاعتنا. مش عايزينه رفيع، احنا عايزينه سمكه يبقى في حدود ايه سنتي، مش رفيع خالص. هنحط بقى على الطاسة بتاعتنا كده. طاسة نكون حاطينها على النار مشغلينها من قبلها على نار متوسطة، مش مدهونة بأي حاجة. طاسة من غير أي شيء زي ما احنا شايفين كده. أول ما العيش ياخد وش هنروح قلبين على الوش التاني. عايزه اقول لكم العيش اللي بدقيق الاسمر نفخ يعني، كان حلو قوي اصلا. او هوريهولكوا برضو في الفيديو. هنعمل كمان واحده بالدقيق الشوفان. حطوا بقى في الطاسه تاني. بصوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هنجيب بقى ايه فوطه في صينيه، واول ما نطلع العيش نحطه ونغطيه بالفوطه عشان ما ينشفش معانا. هنفرد كمان. اهم شيء الدقيق من فوق ومن تحت عشان خاطر ما تلزقش وتبقى سهله معانا في ان احنا نشيلها. هنعمل بقى الدقيق ايه الاسمر. هنجيب رشه من الدقيق الاسمر وهننزل بالعجينه بتاعتنا. بعد ما ارتاحت ال10 دقايق هنقسمها بنفس الشكل ل8 قطع. والله يا جماعه جربوه مش هتندموا. هنكورها بقى وبعد ما نكورها هنرش رشه على الرخامه برضو من الدقيق ونفرد بالنشابه بتاعتنا.
الطاسه بقى تنضفيها بمنديل، يعني ما تعمليش اي حاجه غير ان انت تنضفيها بمنديل. هننزل بقى بالعيش بتاعنا، هنفرد واحده كمان. بالشكل ده كده. قلنا سمك 1 سنتي، ما ترفعيش عن كده خالص. هنعمل بقى الكميه كلها بنفس الشكل ونفس القصه. دي الذره، بصوا شايفين الدقيق الاسمر زي ما قلت لكم بينفش ازاي؟ مجرد ما تضغطي كده هينفخ معاكي على طول. جميل جدا. هوريكم برضو الرغيف وهو قابب كده ما شاء الله. بصوا شايفين اهو، هضغط لكم عليه من فوق عشان بصوا شايفين بالشكل ده كده ما شاء الله، اللهم بارك. خلصنا بقى الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده، شايفين؟ وطراوة العيش ما شاء الله. دي الذرة اللي ماسك شوية هتلاقيه ناشف سنة، لكن دي الشوفان ودي الاسمر لا ما شاء الله عليه طري. هنقص بقى واحد معاكم وهنوريكم هو بيتفتح. شايفين اهو، بصوا بيتفتح بكل سهولة. اعملوا حاجاتكم في البيت يا جماعة لولادكم ولصحتكم، تفيدوا صحتكم. دي حاجة موجودة في كل بيت وهتلاقوها رخيصة اليومين دول. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، ده حياتي وده شغلي. ولو عجبتكم اشتركوا في قناتي.